ازاي تقوم بعد اي فشل؟ خليني كده اسألك سؤال بصراحة، هو ايه احساس الفشل؟ ده اللي بيخليك تحس انك تقيل ومش قادر تقوم، مش قادر حتى تفكر. مثلا زي سقطت في الامتحان، خسرت شغلك، مشروعك فشل، تحس وقتها ان انت اللي فشلت، مش بس التجربة هي اللي فشلت. بس خليني اقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها لك بشكل واضح، مفيش حد ناجح في حياته من غير ما عدى بالفشل، مش مرة او اتنين، لا كتير جدا. السؤال هنا مش ازاي ما فشلتش، السؤال الحقيقي انك ازاي تقوم بعد ما تفشل، وهو ده اللي هنتكلم عليه النهارده. خليك معانا. اول خطوة لازم تعرفها هي انك تواجه الحقيقة بدل ما تهرب منها. اول رد فعل طبيعي بعد الفشل انك تهرب، زي مثلا انك تفتح موبايلك تحاول تضيع في وقت، او تضحك وتقول عادي حصل خير يعني ما حصلش حاجه، بس من جواك انت عارف انك موجوع. والسؤال هنا ليه الناس بتهرب من الحقيقه؟ ان الحقيقه ساعات بتوجع، والانسان بطبعه بيحب يحمي نفسه من الاحساس بالوجع، فبيعمل حاجات من دول: ينكر اللي حصل، او يبرر الفشل، او يلوم الظروف او الناس، بيحاول يشتت نفسه باي حاجه تانية. بس المشكله ان ده كله بيأجل الالم مش بيحله. بس خليني اقول لك، طول ما انت بتهرب عمرك ما هتتحسن. لازم تقعد مع نفسك وتقول بصراحة أنا فشلت في الحاجة دي. هو مش جلد للذات، لكن هو اعتراف، هو أول خطوة حقيقية للتغيير. هديك مثال على الكلام ده. تخيل واحد سقط في الامتحان لا قدر الله، بدل ما يقعد مع نفسه ويشوف الأسباب يقول الامتحان كان صعب، المدرس ظالم، أنا كنت تعبان يوم الامتحان. ممكن بعد الكلام ده يكون في جزء صح، بس لو فضل يهرب كده هيعيد نفس الغلط في الامتحان اللي بعده. لكن لو واجه الحقيقة وقال انا ما ذاكرتش كويس فما فهمتش جزء معين، ساعتها هو فتح باب للحل. تاني خطوة، افهم الفشل حصل ليه. نيجي بقى لأهم خطوة بعد ما تهدى، وهو التحليل. لازم تفهم ده حصل ليه، وده لان اغلب الناس بتعمل حاجه واحده من الاتنين: يا اما تسيب الموضوع وتمشي وتقول مش مكتوب لي، يا اما تلوم نفسها وتفضل تقول انا السبب وخلاص. بس الحقيقه ان الاتنين غلط، وانا المفروض اللي يحصل هو انك تقف وقفه هاديه جدا مع نفسك وتحاول تفهم ايه اللي حصل بالظبط. يعني انك مش بس تقول انا فشلت، لكن تسأل نفسك أنا فشلت ليه؟ هل أنا كنت مستعد؟ هل كسلت؟ هل كنت ماشي ورا حد غلط؟ وهل أصلا الطريق ده ما كانش مناسب ليا؟ عشان لو ما فهمتش السبب هتكرر نفس الغلطة تاني. وفي وفي ناس كتير بتفشل مش علشان هي مش شاطرة، لكن عشان بتكرر نفس الغلط، تستنى نتيجة مختلفة. بس خد بالك، ما تقعدش تلوم الظروف. ايوه الظروف ليها دور، بس مش كل حاجة تحصل نحطها على الظروف، وده لان انت برضو عامل مهم في الفشل اللي حصل. تالت خطوة، غير الطريقة مش الهدف. مهم جدا تفهم حاجة، وهي لو فشلت ده مش معناه ان حلمك غلط، ده ممكن يكون معناه ان طريقتك هي اللي غلط. ما تسيبش الهدف بس، غير الطريقة. يعني ايه؟ يعني لو عندك حلم او هدف معين انك تنجح في شغل او تعمل مشروع او تتعلم مهارة، عايز توصل لمستوى معين في حياتك، مستوى معيشي مرموق، ما تسيبهوش بس علشان انت فشلت مرة واتنين. فشل مش بيقولك تخلى عن هدفك، بيقولك غير الطريقة. يعني كل اللي انت محتاجه انك تغير اسلوبك او طريقتك عشان توصل لهدفك. ممكن تحتاج انك تتعلم حاجة جديدة او حتى تبدأ من جديد، بس تبدأ بشكل مختلف. هديك مثال بسيط يوضح الفكرة. تخيل معايا كده، لو واحد عايز يوصل لمدينة معينة وركب مواصلة غلط، بعد ساعة لقى نفسه بعيد مش في الاتجاه الصح، هل المنطقي يقول خلاص انا مش هروح المدينة دي؟ او المنطقي انه يقف ويشوف هو غلط فين ويغير الطريق للطريق الصح؟ طبعا هيغير الطريق. نفس الفكرة في الحياة بالظبط. وقبل ما نكمل ما تنساش اللايك على الفيديو الجامد ده، وتشترك في القناة علشان تشوفنا كتير، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد.
واكتب تعليقك الجميل وشير الفيديو ده لاي حد من صحابك يستفيد هو كمان. يلا نكمل. رابع خطوة، ابدأ تاني بس بخبرة. أهم نقطة بقى عندي إنك ما تستناش إنك تبقى جاهز بنسبة 100%. ابدأ تاني حتى لو كنت خايف، بس المرة دي أنت مش نفس الشخص اللي فشل في المرة الأولى، لأن غالبا البداية الأولى بيكون فيها حماس زيادة، توقعاتك بتكون عالية، خبرتك قليلة، قراراتك متسرعة. لكن البداية التانية بتكون مختلف، بتكون هادي أكتر، بقى عندك تفكير أعمق، خطواتك بتكون محسوبة، عندك فهم للغلطات القديمة. بس هو نفس الطريق بس بعقل مختلف. انت دلوقتي معاك خبرة التجربة الأولى، ومعاك درس، عندك وعي أكتر. مثال بسيط على الكلام ده، تخيل لو واحد بيركب عجلة لأول مرة ووقع كتير، لو وقف وقال أنا مش هعرف أركب العجلة هيخسر التعلم. لكن لو رجع تاني وقال انا فهمت اني كنت بتوازن غلط المرة دي، هركز اكتر على التوازن، هنا هو ما بدأش من الصفر، هو بدأ من فوق الصفر. في الاخر كده عايز احفظ جملة واحدة، انا مش فاشل، انا لسه في الطريق. كل الفرق بيني وبين الناس اللي نجحت انهم كملوا. انت مش محتاج تبقى مثالي، انت محتاج تبقى مستمر. قوم وكمل طريقك وابدأ تاني، لان الفشل مش النهاية، ده اول خطوة حقيقية ناحية نجاحك. دايما اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجه جديده. ولو وصلت لحد هنا عرفني في كومنت واشترك في القناه، ولو عجبتك شجعنا بلايك، وما تنساش مع بعض خليك الف.